ختاما سيقنعونك أن الفقر ليس عيبا. ينقل عن المفكر محمد الغزالي وأن الله يحب الفقراء أكثر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان فقيرا، وأن القناعة كنز لا يفنى، وأن الزهد فضيلة، والطمع رذيلة، والطيبة رأس مال الفقراء، وأن الأغنياء مصاصو دماء. نوع جميل من المخدرات ستجعلك تستمتع بفقرك، تستلذ بحاجتك، وترضى بضعفك وقلة حيلتك. لن يحدثوك عن استعاذة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الكفر والفقر، ولا عن أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. بل سيقولون لك: لا بأس أن تكون فقيرا ضعيفا محتاجا، فحينها لن تسأل ولن تنتقل إلى مرحلة أخطر